سواء كانت عندك بطاقة تريموند وما كانتش، أو أنت من صحاب لا سينيسيس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكنتي مغربي ومن الطبقة الفقيرة والمتوسطة وبغيتي تستافد من الدعم اللي تعطيه الدولة، فهاد لا فيديو هذا تيهمك، فخليك معايا حتى الأخير. سلام الإخوان، هذا الفيديو إن شاء الله تتم الفيديو الأول ديال الجديد بخصوص صحاب بطاقة رميد. نتمنى منكم اللي ما تفرجش في الجزء الأول يرجع على القناة ويشوف الجزء الأول. هذا الجزء الثاني هذا بالنسبة للدعم الأول الإخوان، وغيكون دعم اخر بالنسبه للناس اللي عندهم اكثر من 65 سنه، اللي غيكون بحال الشكل ديال التقاعد اللي غيبدا من 400 درهم في الشهر بدايه من السنه اللي جايه ان شاء الله 2023 2024. وكاين دعم اخر خاص بالناس الفقراء واللي من الطبقه المتوسطه حتى هما غيوليو ياخذوا دعم من بعد ما ترفع الدوله صندوق المقاصه على المواد الاساسيه في مجموعه من السلع غتزاد من بينها البوطه والسكر والدقيق. والدوله قررت انها تغطي هذا الاحتياج ديال هذه الفئه هذه وتخصص لهم دعم مباشر اللي غيوصل حتى ل 1500 درهم شهريا على حسب الدرجه ديالها. فشحال ديال الامتيازات ان شاء الله غتجي مستقبلا للشعب المغربي. وباش نستافدوا من هذا الدعم الحالي الجديد تيخصو ضروري انك تسجل انت والعائله ديالك في السجل الوطني للسكان. انا نخلي لكم رابط الفيديو الخاص بالتسجيل في هذا الموقع هذا السجل الوطني للسكان وكيفاش غنستخرجوا الطلب ديالنا، ونخلي لكم رابط فيديو تاني خاص ببطاقة رميد وكيفية الاستخراج ديالها والجديد ديال التغطية الصحية الإجبارية على المرض. ونبغي منكم الإخوان أنكم ترجعوا لهاد الفيديوهات هادو وراه غتستافدوا منهم كثر. منين غنتسجل الإخوان في هاد السجل هذا غنقوم بالاستخراج ديال واحد الطلب، غنزيدو معاه البطاقة الشخصية ديالنا كارت ناسيونال، تما غنمشيو ندفعو في المقاطعة والجامعة والقيادة على حسب فين تنسكن، واش في المدينة ولا في البادية. ناخدو معنا الطلب كنزيدو على كارت ناسيونال في القيادة ولا في البلدية ولا في الجامعة، تما غيسجلوك وغياخدو لك صور فوتوغرافية كما تيديروا لنا عند صحاب البيرميات، تياخدو لك بصمات الأصابع ثم غيصوروا لك القزحية ديال العين، وهذا الشيء غيكون رقمي ديجيتال، بصمة رقمية ديال الأصابع، بصمة ديال العينين رقمية. ومن بعد تاخد الروسي الوصل ديال التسجيل اللي تيكون على هذا الشكل هذا، وصل ايداع طلب تسجيل في السجل الوطني للسكان، واللي غيكون فيه معرف رقمي مؤقت، يعني واحد الكود خاص بك مؤقت، وتيخصك تحتفظ بهذا الكود هذا وبهذا التوصيل هذا لغايه ما تتم الدراسه ديال الملف ديالك ويتاكدوا من جميع المعلومات ديالك واش صحيحه 100%. تما غيوليو يصيفطوا لك كود اخر معرف ثاني اللي غيبقى معاك ديما وغيرسلوه لك على التليفون ولا في الايميل، يعني في الجيميل اللي خليتي ليهم، حيت بيه غتولي تستافد من انواع ديال الدعم اللي غتولي تجي من بعد. وبالنسبه للاطفال اللي عندهم اقل من 16 سنه فهاد الفئه هذه خاص الاباء ديالهم يتسجلوا هما الاولين، عاد يقوم بتسجيل الابناء ديالهم الوثائق اللي غتخصنا في هذا التسجيل هذا. كاينه نسخه من عقد الازدياد ونسخه كامله خاصه بالابناء، ثم نسخه كامله ديال الزوجه وديال الاب والمعرف اللي وصلكم، ثم غتمشي تسجل الابناء ديالك باش حتى هما يوليو يستافدوا من الدعم. وفاش غيسالي التسجيل في هذا السجل هذا الاول وكل المواطنين غيتسجلوا وكل واحد فينا غياخذ الكود الخاص به، في ديك المرحله الدوله غتبدا في التسجيل في السجل الثاني، يعني السجل الاجتماعي الموحد اللي مخصص بالدعم المالي. ثم غيخصك تدفع الملف ديالك او الطلب الخاص بك. ولحد الساعه ما عرفناش كيفاش غيتم او كيفاش غيتم التسجيل ديالنا في هذا السجل الخاص بالدعم هذا، واش على الموقع بحال السجل الخاص بالسكان والاحصاء او لا في المقاطعه. من بعد التسجيل في السجل الثاني الدولة غتدرس المعلومات وغيدار لهم مقارنة مع المعلومات السجل الأول. من بعد غيدار تنقيط الأسر وغيرتبوا الأسر على حسب المعلومات والطبقات الاجتماعية ديالها، وغيوليو يصرفوا لهم دعم شهري كله وشحال جاتو. والتوضيح في السجل المفتوح حاليا غير في 4 ديال الجهات، كاينه جهة الدار البيضاء سطات، الرباط السلا والقنيطرة، وكاينه طنجة تطوان الحسيمة، وكاين العرائش. وبالنسبه للجهات الاخرين فغيوليو يزيدوهم بطريقه تدريجيه، وان شاء الله راه كلشي غيتسجل في هاد السجلات هادو بلا ما نزربو. يعني راه كاين ضغط كبير على هاد الموقع هذا اللي ما كيتقدرش تصوروا، زعما راه اللي تسجل هو الاول هو اللي غياخذ الدعم، لا راه حتى واحد ما غياخذ الدعم، تيتسجلوا الناس كاملين. وكان هذا كل ما تيخص الخبر ديال اليوم الاخوان، وان شاء الله غنوليو نديرو فيديوهات حصريه كل يوم او يومين في القناه خاصة بالتسجيل والجديد ديال صحاب بطاقة رميد والتغطية الصحية. فراه جايين فيديوهات جداد عصرية ان شاء الله. وان شاء الله وإلا كنتي مهتم بهاد المواضيع هادي فخلي لينا اشتراك في القناة، وكل من العائلة ديالنا اللي قدرنا نوصلوها ل 1300 مشترك بفضل الله. وشكرا لكم على الدعم، كان الله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه، والسلام عليكم ورحمة الله.